أوجه رسالتي هذه إلى الأمة العربية وإلى كل إنسان لم تمت فيه الإنسانية بعد، إلى كل إنسان يغار على دينه. هم أيضا يعانون من 75 سنة من لحظتنا هذه ضد الإبادة الجماعية اللي قاعدين يتعرضون لها من قبل الحكومة الباكستانية الغير شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل على عربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. رواه أحمد. الحمد لله رب العالمين، ولي المؤمنين، والقاهر بالرعب أركان الظالمين، والصلاة والسلام على نبي الله الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أوجه رسالتي هذه إلى الأمة العربية وإلى كل إنسان لم تمت فيه الإنسانية بعد، إلى كل إنسان يغار على دينه، إلى كل إنسان حزين بما يحدث حاليا بإخواننا وإخواتنا في فلسطين، لندعو الله بأن ينصرهم وينصر إخواننا وإخواتنا في بلوچستان. نعم، في بلوچستان هم أيضا يعانون من 75 سنة من لحظتنا هذه، يقاومون من 75 سنة ضد الظلم، ضد القتل، ضد الخطف، ضد الإبادة الجماعية اللي قاعدين يتعرضون لها من قبل الحكومة الباكستانية الغير شريفة. باللحظة هذه اللي قاعد أتكلم فيها معاكم، عندنا أمهات ينتظرون عيالهم، عندنا عيال ينتظرون أبهاتهم، عندنا بنات ينتظرون آبائهم بالعيد، ينتظرون متى يرجعون أهاليهم، ما يعرفون هم وين، ما يعرفون ليش خذوهم الحكومة، ما يعرفون عنهم أي معلومة. إيش ذنب العيال هاي؟ إيش ذنب الأطفال اللي أعمارهم 5-6 سنين وهم يطلعون بالشارع مظاهرات، يشيلون أوراق أبهاتهم، صور أبهاتهم، يطالبون بالإفراج عنهم، يطالبون بمعرفة أي معلومة عنهم سواء كانوا حيين بلحظتها ولا ميتين، ما يعرفون عنهم أي شيء. حاكموهم، تعالوا بطريقة شرعية حاسبوهم، في محكمة، في قانون، استخدموا القانون ضدهم في حال هم مسوين شيء غلط. ومجرد الانتظار ان الطفل ولا الزوجة تنتظر، الزوجة اللي ما تتزوج عقب ما يختفي زوجة. يعني تخيلوا معنا نحن اذا بنفتقد حد من اهلنا، اذا بيسافر مثلا، كمية الضيقة اللي تصير لنا نحس ان الشخص مو موجود، فما بالكم حد ابوه يختفي بيوم وليلة، حرفيا يختفي وما يعرف عنه اي شيء. وهالشيء بحد ذاته غير انساني. تخيل انك تخلي انسان، ولا تخيل انك تخلي انسان تنتظر مثلا زوجة لمدة 20 سنة مثلا، حياتك كلها تخترب، ما راح تتزوج بعده، تنتظر زوجة اللي ما تعرف اساسا اذا هو حي ولا ميت. باللحظة هذه عندنا اخوان وخوات تاركين بيوتهم مشيا على الاقدام من تربت الى اسلام اباد، والمسافة بين المنطقتين هذه 1000 ميل، بما يعادل تقريبا شهر من المشي على الاقدام. اغلبهم حريم، عندهم نقص بعدد الرجال من كثر ما يتم اختطافهم، طالعين من الاجواء السيئة هذه، متحملين برودة الجو، متحملين سوء الظروف، متحملين ايش كثر صعب اللي قاعدين يسوونه والمسافة اللي قاعدين يمشونها. كل هذا بهدف انهم يغيرون شيء، كل هذا بهدف ان الولد اللي فاقد ابوه يقدر يسمع عنه شيء، كل هذا عشان الزوجة اللي تنطر زوجها تبي تعرف اذا ميت ولا حي. اضطر كامل من المشي للبحث، للمطالبة بالافراج، او لاي معلومة عن اهاليهم اللي فقدوهم بدون سبب، شنو حالتهم حاليا. ما يندرى هم احياء ولا اموات، وليش يذبحوهم اذا اموات، وشنو وضعهم حاليا اذا هم احياء. ما حد يدري وما حد يجاوب وما حد يتحرك، رغم كل هالضغط من المدنيين البلوش على الحكومة الباكستانية. ما في اي تجاوب، ما في اي تفاعل معهم، وبالعكس اعترضوا مظاهراتهم السلمية اكثر من مرة وبطرق بشعة، اعتدوا بالضرب على بعض المدنيين امام اطفالهم. الى متى يا اخواننا؟ الى متى يا اخواننا المسلمين، اخواننا العرب؟ الى متى يا مسؤولين العالم؟ منو فيكم بيتحرك وبيغير الوضع الغير عادل اللي قاعد يصير حاليا؟ منو فيكم يهمه العدل، الإنسانية، حياة الأبرياء، حياة المدنيين، الظلم اللي قاعدين يواجهونه، المقاومة ضد الإبادة الجماعية اللي قاعدين يتعرضون لها من قبل الحكومة الباكستانية الغير شريفة؟ من اللي راح يحاسب سلكهم العسكري الظالم المجرم؟ وكل الكلام اللي قاعد أقوله عن سلكهم العسكري واللي عن حكومتهم الفاشلة عليها دلائل. الكل يقدر يشوف الفوضى اللي قاعد تصير هناك، الكل يقدر يشوف طريقة معاملتهم للمدنيين، الكل يقدر يشوف سلكهم العسكري الغير احترافي أبدا، الظالم عديم الإنسانية. بالنهاية يا أخوان، نحن كلنا نحتاج منكم شيء واحد،
يحتاج وقفتكم مع أخواننا وأخواتنا ببلوچستان. أيضا خير البشر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.